يكتب في التاريخ، اذا كتب في تاريخك، وحافظ على اللي انا بقوله يا كابتن محمود، لان احنا كنا عيش وملح مع بعض، واحنا سيكتب في تاريخك ان لاول مرة في تاريخ النادي الاهلي ان يكون هناك كتائب ممولة تشتم ابناء النادي الاهلي، وتشتم من خدم النادي الاهلي، وتشتم من ضحى بصحته وقوته وكل حاجة عشان خاطر النادي الاهلي. ده ما كانش موجود قبل كده اطلاقا. التاريخ هيكتب ان في يوم من الايام احد مذيعي قناة النادي الاهلي اللي عليها شعار النادي الاهلي، اللي نسكت، اللي احنا بننتمي ليه، اللي احنا لعبنا بفانيلته، اللي احنا موتنا نفسنا عشان نجيب له بطولات، شتم ابناء النادي الاهلي. ده التاريخ هيكتب ده، زي ما هيكتب انك خدت بطولة افريقيا. هيكتب. التاريخ ما بيتمسحش. لا تاريخ حد يقدر يمسحه، ولا تاريخك حد يقدر يمسحه، ولا تاريخ اي حد يقدر يمسحه. التاريخ لا يمحى. ممكن يحصل فيه كلمة زيادة، كلمتين زيادة، لكن في النهاية الاصل بتاع التاريخ موجود، ما تقدرش تنكره. لا حدش يقدر ينكره. ما حدش يقدر يجي يقول مثلا كابتن خطيب ما كانش بيعرف يلعب. لا، يبقى انت بتخرف، ولما تخرف الناس مش هتصدقك. انما التاريخ هيقول الكابتن خطيب لعب كام ماتش ولعب جاب كام بطوله انما كان لعيب كوره، لعيب كوره، اسطوره في كره القدم، اسطوره في كره القدم. الارقام بقى دي ما بتكذبش. جاب كام بطوله، كسب ايه، جاب كام كاس، جاب كام دوري، هيكتب. لعب بقى في الاهلي، لعب في الزمالك، ما راحش الزمالك، كل ده بيتكتب. يعني كله هيتكتب. فخالد طلعت لمس حته في منتهى القوه. واضح ان المجموعه اللي ماسكه النادي الاهلي دلوقتي مش عايز حد يتكلم خالص في اي حاجه، ولا ينصح، ولا يقول مصلحه النادي فين، ولا يقول ارقام، ولا يقول حاجه خالص. انت هتقول اللي احنا عايزينه ولا تتشتم؟ هو ده اللي موجود، هو ده اللي احنا شايفينه للاسف. انا لا انا ببص، ولا انا برد، ولا انا بقول خلاص الموضوع جبتنا نحاسب، عشان بس تبقوا ايه، تهدوا وترتاحوا وتعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه. انما التاريخ مش هيرحم ان ولاد النادي الاهلي يتشتموا في عهد محمود الخطيب. ما حصلتش قبل كده في تاريخ النادي الاهلي، من اول مين باشا بقى، ومساعد زغلول باشا، وكبير اليوران، وكبير بتاع، وكله الكبرى والبشوات والفرق والكباتن. ما حصلتش. انا ما اعرفش صمت الكابتن محمود الخطيب ليه، يعني سكت ليه على ده؟ هل هو عاجب حضرتك؟ يعني هل هو عاجب سيادتك انك انت زمايلك والناس اللي بيمنتمين للنادي الاهلي يتهموا بالخيانه ويتشتموا؟ يعني هو ده كده حضرتك مبسوط؟ ولا مش شايفين يعني انت طلعت قلت ليس النادي الاهلي لا بلعان ولا وانت في الحقيقه احنا لساننا طويل، لكن انت عمرك ما كان لسانك طويل. انا بقول ليه ولا عليا؟ انت ما كنت تسمع الشتيمه كده تتكسب. كل واحد وطبيعته. طب ليه راضي بالشتيمه دلوقتي؟ يعني
ليه؟ ليه؟ الراجل طالع يقول حاجة معينة، بيقول رأي، يا اخي اختلفت معاه، وبعدين اللي بيتكلم عليه ده وده بقى الحائط الصد وخط بارليف بتاع النادي الاهلي. يا نهار ابيض، ايه ده؟ ده القصه كلها عباره عن عربيات وتجاره عربيات وبتاع وكلام كده مالوش لازمه، يعني كلام زايل محدش محتاجه. يعني كل اللي في النادي الاهلي بشوات، محدش محتاج يعني ان حد يدافع عن حد، او حد هو يعني هو مفيش غير ده. ليه يا جماعه كده؟ ليه كده؟ انا فوجئت بالتويته، في الحقيقه فوجئت بالتعليق، وهو تعليق من الاستاذ خالد طلعت في منتهى الرقي، في منتهى الرقي. اما انت يا كابتن ما بتحبش الالفاظ، طب ليه تقبل ان غيرك يتشتم بالفاظ؟ انت اما بتقراها، انا بقول انت اما كنت بتسمع الشتيمه كنت جسمك بيقشعر. طب اما بتقراها دلوقتي، هل حضرتك بتنبسط ولا ايه؟ مش عارف. لازم توقف المهزله دي يا كابتن، لان التاريخ والله ما هيرحم، والله التاريخ ما هيرحم. الامور من سيء الى اسوأ، واللي بيشور عليك بده غلطان. وفكر بدماغك، بلاش بدماغ حد تاني يا كابتن. مش ممكن كل واحد هيقول رأي ما يعجبش النادي الاهلي يطلع حد يشتمه، محسوب على المنظومة اللي موجودة، مش محسوب على النادي الاهلي، محسوب على المنظومة اللي موجودة، لانه ما كانش بيدافع قبل كده ولا هيدافع بعد كده. الله يا جماعة، انتوا شتمتوا رئيس النادي الاهلي وهو موجود في الحكم. الاستاذ عادل القيعي طلع قال رأي مخالف على رئيس النادي الاهلي وهو رئيس النادي الاهلي. محدش عمل حاجة لعادل القيعي ولا شتمه ولا اصطادوه في السوشيال ميديا ولا حاجة خالص. الراجل طلع قال كلام بكل حرية على قناة النادي. ايه؟ مش فاهم انا، يعني مش فاهم. هو حلال لناس وحرام على ناس تاني؟ ليه يا جماعة؟ ايه يا جماعة اللي احنا بقينا فيه ده؟ ايه اللي احنا بقينا فيه ده؟ هل ده صح؟ ولا هل ده بلاش صح، هل ده يصح؟ ما يصحش، ما يصحش، ما اعتقدش انه صح. اذا كنت انت شايف ان انا ماشي غلط، مش الاسلوب ده اللي يخليني